تلاقت عناصر المنتخب الوطني المغربي دفعة قوية إثر زيارتهم من طرف رئيس الاتحاد الإفريقي موتسيبي رفقة رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي. وقد سلم عميد أسود الأطلس اللاعب سيس قميص المنتخب الوطني للسيد موتسيبي. وبعد ذلك أجرى السيد موتسيبي حوار طويل مع اللاعبين كله مفعم بالحيوية والنشاط وتشجيع أسود الأطلس لتحقيق نتائج طيبة. كما شاهد هذا الحوار عناق بين مختلف اللاعبين والسيد موتسيبي. ومما لفت انتباه الجميع الحوار الذي دار بين موتسيبي وحكيم زياش نجم المنتخب المغربي وتشيلسي الإنجليزي. كما تحدث السيد موتسيبي طويلا مع عميد الوداد البيضاوي وبطل إفريقيا الشامبيونز ليج. وتعد هذه الزيارات جيدة للاعبي مختلف المنتخبات الإفريقية، حيث يقوم بها الرجل الأول في الاتحاد الإفريقي السيد موتسيبي. ويبدو من وجوه اللاعبين وابتساماتهم العريضة وحركاتهم التي يقومون بها أنهم جد فرحين بهذه الزيارة الكبيرة.